ال TTL. ايه هو استخدام ال TTL؟ ايه هو ال TTL الاول؟ طيب اذا هنتكلم عن ال TTL هنقول ان التايم تو ليف هي قيمه رقميه بتكون جوه الباكت، رزمه البيانات اللي بترسلها، اللي جهازك بيرسلها خلال الشبكه اللي انت عايز تعمل. مثلا عايز تشوف انت بتوصل خلال كام راوتر للسيرفر المعين ده. بمعنى ايه؟ انا باجي دلوقتي بعمل بينج على جوجل دوت كوم. هنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي ان هو بيرد عليا بالتايم تو ليف 116. طيب هل ده معناه ان انا بوصل لجوجل من خلال يعني كام كام هابس، كام قفزه علشان اوصل لجوجل؟ طيب اولا الرقم ده مش بيوضح لي التايم تو ليف من ناحيتي انا، ده بيوضح السيرفر بتاع جوجل وصل لجهازي انا من خلال هنقول، خلينا نقول 128 ناقص 116 تقريبا، اللي هو هيكون حوالي 12 هبس. طيب انا ازاي اعرف انا بعدي على كام راوتر علشان خاطر اوصل لجوجل من خلال البينج ده؟ البينج اولا من خلال الويندوز. اولا الويندوز، خلينا نقول النقطه دي الاول. الويندوز الديفولت التايم تو ليف بتاعه ال تي تي ال 128. اللينكس بيبقى 64 باي ديفولت، والسيسكو بيبقى 255. تمام. طيب ده خلال الرواتر يعني. طيب هل انا اقدر اغير في الديفولت ذات نفسه، خلينا نقول بتاع الويندوز، بما اننا بنتكلم عن الويندوز اقدر اغيره طبعا من خلال الريجستري فايل او كوماند اقدر اعمله من سي ام دي وهو بيعدل، او باور شيل وهو بيعدل دايركتلي في الريجستري. وطبعا لازم اقفل ساعتها الكوماند برومبت وارجع اشغله مره ثانيه علشان خاطر الديفولت بتاعي يتغير. طيب الويندوز دلوقتي وانا بكريت الباكج اللي هي البنج دي بيطلعها لي اوتوماتيك بتايم تو ليف 128. جميل. يبقى لما باجي اعمل البينج على الجوجل دوت كوم، هنا هو بيطلع لي الباكت من عندي، السي بي يو عندي وهو لسه بيكريتها، بيدي لها تايم تو ليف حاجه كده زي الكريدت. وانت خارج خد معاك الفلوس دهيت اللي هي 128. ليه؟ لان انت كل ما بتعدي على راوتر، الراوتر بياخد من الكريدت بتاعك اللي هو التايم تو ليف ده واحد وبيخرجك. تمام. طيب هنا خلينا نقول هنبنج على باستخدام الاي بي فيرجن 4، وهنقول له ما تستنيناش الله يكرمك اكتر من 100 ملي سكند. جميل. واحنا عايزين بس نعمل العدد يكون مثلا ايه، انا عايز بس 2 بينج. جميل. طيب التايم تو ليف هنا انا ما كتبتش اي حاجه عن التايم تو ليف، فباي ديفولت بيخرج ب 128 من الويندوز. هل انا اقدر اغيره؟ ايوه انا ممكن اعمل داش اي وده معناها التايم تو ليف. هقول له مثلا انا هدي لك 20 بدل ال 128. لما اجي اعمل بينج هيوصل لايه؟ لجوجل وهيقول لي 116. طب ده معناه ايه؟ ان انا او جوجل قدرت توصل لي من خلال تقريبا، هنفترض انهم عندهم 128 ناقص 116، لان جوجل ذات نفسها ممكن تكون على لينكس، على ويندوز، على اي اوبريتنج سيستم تاني. بس خلينا نقول ان هو تقريبا كام؟ تقريبا ويندوز، او هم عاملينه باي ديفولت. حتى لو كان لينكس انا برضه اقدر اغيره واخليه 128 زي الويندوز، مفيش اي مشكله. وخدوا بالكم التايم تو ليف دي واحده من ضمن الحاجات الاساسيه، ان انا وانا بعمل كونكشن على سيرفر هو بيعرف هو بيكلم اي اوبريتنج سيستم. طبعا في عوامل تانية بس دي واحده من ضمن الايه الحاجات اللي بتخلي السيرفر اللي انا بكلمه بيقول انا بتعامل مع لينكس او بتعامل مع ويندوز او بتعامل مع اي اوبريتنج سيستم. تمام. بس طبعا مش اساسيه، لان زي ما قلنا ان احنا نقدر نغير في التايم تو ليف. طيب انا دلوقتي عايز اعرف انا بوصل للسيرفر بتاع جوجل ده خلال كام هاب، خلال كام راوتر. انا باجي هنا واقول له والله انا عايز مثلا اجرب 10 هابس. هلاقيه مثلا وصل، هقول له طب بدل ال10 خليها لي 9. هلاقيه وصل. هقول خلينا نجرب الثمانية، هيقول لي اكسبايرد. ليه؟ وانا ماشي ما قدرتش اوصل للسيرفر. يبقى انا بوصل من خلال ايه؟ الراوتر ده اللي كان وراه السيرفر، بس للاسف هو ما قدرش يخرجه لانه ما قدرش يدفع المصاريف البوابة بتاعه الراوتر ده اللي هي ايه؟ تعدي. طيب عشان نوضح الفكرة دي خلينا نوضحها ازاي. هنوضحها هنا كده، ان انا اذا عندي الجهاز هنا وخارج منه الباكت بتاعتي، حلو. انا الجهاز عندي هيحط لها، انا مثلا في خلال الكوماند هكتب ال TTL بيساوي 3. هعدي على الراوتر الاول وليكن راوتر البيت بتاعي. جميل. الراوتر البيت هيستلم، هيلاقي ان انا معايا رصيد 3، هيخصم منه 1. بعد ما يخصم هيعمل تشيك على التايم تو ليف. لما اخصم 1 ال TTL هيساوي كام معايا؟ 2. ده لسه انت معاك رصيد. خلاص توكل على الله. روح على الراوتر اللي بعدي.
الراوتر اللي بعد هيستلم، يجي يشوف انت الباكت دلوقتي التايم تو ليف باتنين، يجي يقوم جاي يخصم واحد من التايم تو ليف ويبعت التايم تو ليف بيساوي واحد. يجي الراوتر اللي بعديه هيجي يستلم، هيشوف ان التايم تو ليف هيخصم واحد الاول، هيجي يشيك على الرساله وهو بيبعتها، هيجي يبعتها هيلاقي ان التي تي ال بيساوي صفر، هيقول لا استنى عندك، ما تطلعش الراوتر علشان يبعت لازم يكون فيه قيمه للتي تي ال. وبالتالي هو كان لو بفرض ان الجوجل سيرفر كان هنا، هي دي ما طلعتش جوجل بس خلينا نقول ان دي جوجل، تمام، الجوجل سيرفر ده كان هنا، وبالتالي انا كنت محتاج ان القيمه دي تساوي واحد علشان خاطر اقدر اوصل للسيرفر بتاعي، وهي دي هنا الراوتر ساعتها هو اللي بيبعت لي ال expired in transit. بالنسبه للتايم تو ليف، والله التايم تو ليف كان الهدف منه ان ما يحصلش ان انا مثلا لما اجي اعمل بينج تفضل تلف في الشبكه وتوصل لسيرفر والتاني والتالت وتفضل موجوده في الشبكه على طول. كنت لازم ادي لها عدد معين من الهبس والقفزات علشان خاطر اول لما يحصل ان هي توصل للصفر تقع، لان انا لو ما اديتلهاش حاجه زي كده هتفضل ماشيه في النتورك عندي ومش ايه وخلاص كده. ده يعني خلينا نقول ان ده نوع من انواع اللي انا ايه، ان انا ازاي بوقع شبكه الانترنت. وبالتالي كنت لازم اقول لها والله انت اخرك تعدي على اكتر عدد معين من الرواتر، زي ما قلنا بقى 64. انا ممكن اخليها مثلا 10 20 100 200. طب ايه اقصى عدد؟ اقصى عدد اللي هو بتاع الرواتر زي سيسكو اللي هي باي ديفولت بتكون كام؟ 255. طب انا لو بمجرد ما احط 256 هيقول لي باد فاليو، باد فاليو ما اقدرش انت اخرك من واحد لغايه 255، يعني حتى الصفر مش مقبول، يعني صفر ده انا اروح فين؟ تمام، لازم من واحد لغايه 255. طيب نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده ان بمجرد ما انا بعمل البينج كوماند ده انا بروح لجوجل من خلال كام؟ تسع تسع رواتر، تسع جيت ويز مثلا، تسع هابس. تمام. انما جوجل بترد عليا من خلال تايم تو ليف 117. يعني انا لما اجي اطرح مثلا 128 من 117 هلاقيهم كام؟ هلاقيهم 11. طب هقول دلوقتي يعني طب ليه انا رايح من 9 وجاي من 11؟ المفروض يعني جوجل ترد عليا من نفس يعني بنفس الرقم. هقول لك لا، في اكتر من سبب. ممكن يكون امني، ممكن يكون سكيورتي، ممكن يكون يعني خلينا ندي مثال بسيط مثلا من خلال الراوترنج بروتوكولز. الراوترنج بروتوكولز مثلا انا في حاجه اسمها البي جي بي او الاني كاست. بمعنى انا مثلا ببنج على جوجل وجوجل عندها اكتر من سيرفر وكل السيرفرات بتاعت جوجل دي عندها نفس الاي بي ادرس. بمجرد انا بروح من خلال مسار على جوجل ده، فجوجل السيرفر اللي انا وصلت له ممكن يكون بيزي، ممكن يكون عليه طلبات كتير فمش قادر يرد، فسيرفر تاني موجود في مكان تاني هو اللي بيرد. وبالتالي دي حاجه ديت اللي اسمها ايه؟ اني كاست. اللي فاضي يا جماعه يرد على الراجل ده، يعرفوا ان احنا شغالين، مش ايه، مش واقعين، السيرفر شغال ما فيهوش اي مشكله بس انا بيزي. تمام. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه من خلال حاجه اسمها افضل المسار زي مثلا بي جي بي. انا مثلا ممكن يكون عندي في الشركه عندي، انا عندي مثلا اتنين انترنت، واحد من اتصالات وواحد من فودافون. تمام. انا عامل بتاع اتصالات ان انا استقبل بس، وعامل من خلال فودافون اللي انا اطلع الباكج اللي عندي. يعني انا بعمل داون ستريم من اتصالات وبعمل الاب ستريم عندي من خلال فودافون. دي حاجه زي كده بالظبط. ودي من خلال الايه، مش شرط اساسي، لا انا ممكن يبقى عندي من اتصالات ولا فودافون ولا وي ولا اي حاجه. بس اللي انا قصدي اقوله ان انا اللي بيجي لي انا ممكن اغير المسار بتاعي من خلال الراوتنج بروتوكولز. اقول له والله يا باشا وانت خارج ما تروحليش الحته الفلانيه، لا انا عايزك تعدي على الراوتر ده الاول. زي مثلا الفي بي ان بيقول له وانت خارج روح على الفي بي ان سيرفر الاول وبعد كده روح على الديستنيشن بتاعي. تمام. طبعا مش زي الفي بي ان قوي بس بوضح فكره معينه يعني ايه عشان تقدر توصل لك. وبالتالي انا بروح لجوجل من خلال طريق يعني مثلا انا ساكن في منطقه والطريق ده شارع اتجاه واحد، وبالتالي انا اقدر اروح مثلا من عندي للسيرفر من خلال نفس الشارع. بس جوجل مش هتقدر تمشي مثلا، او اللي ساكن هناك مش هيقدر يرجع لي مخالف، وبالتالي لازم ياخد له الطريق التاني علشان خاطر يلف ويجي لي، وبالتالي هو خد طريق مختلف تماما. وده يوضح لي ليه الاختلاف في الارقام اللي وانا خارج بالباكت والباكت لما توصلني. وده برضو بيعرفني ان كل لما الرقم بتاع التايم تو ليف ده والسيرفر بيرد عليا بيكون اعلى كل ما بيكون افضل، لان ده معناه ان هو بيوصلني اسرع. يعني 118 احسن من 117 و119 احسن من 118 و121 احسن من 120 وهكذا.